صوت. جو كئيب ومقلق. واحدة اسمها ماري بترقص كأنها سامعة مزيكا، والتاني شين بيذاكر 24 ساعة، وجاك دايما على التليفون. والأخيرة نور، كل اللي بتعمله إنها بتلعب بمكعبات. روتين ممل جدا، بس تحت السطح الهادي ده كان فيه سر خطير مستخبي. وهنا القدر بيلعب لعبته. في يوم زين قاعد في البيت وبنته الصغيرة جت تجري عليه ومعاها ورقة مرسوم فيها نقط وشرط. قالت له بفرحة: بابا، دي رسالة سرية معناها بحبك بشفرة مورس. زين وقتها ابتسم وما خدش الموضوع بجدية، بس الصدفة البريئة دي كانت بالظبط المفتاح اللي هيفك كل الألغاز. من هنا بقى كل حاجة هتبدأ تتكشف. تعالوا نشوف إزاي لعبة أطفال بسيطة جدا فتحت باب على سر مرعب، وحولت كام ملاحظة عادية لرسايل من عالم تاني. زين وهو في الشغل افتكر كلام بنته. بص على رسمة كان عاملها المكعبات نور وهي بترصها. مكعب صغير، مكعب كبير، استنى، نقطة وشرطة، زي شفرة مورس بالظبط. فجأة كل حاجة نورت في دماغه. دي مش لعبة، دي لوعة. البنت دي مش بتلعب، دي بتبعت رسالة، رسالة مشفرة. زين بسرعة طلع الورق والقلم وبدأ يترجم، والنتيجة كانت صدمة. نفس الجملة اللي بدأنا بيها: أنا بس الحقيقية. في اللحظة دي شكوك زين اتحولت ليقين، وفضوله اتحول لخوف حقيقي. خلاص ما بقاش فيه رجوع، هو بقى جزء من اللغز ده. الموضوع ما بقاش مجرد فضول، لا ده اتحول لهوس. زين ما بقاش مراقب من بعيد، ده بقى طرف أساسي في القصة. والرسائل اللي جاية هتشده أكتر وأكتر لقلب اللغز، وهتجبره يواجه حقايق عقله مش هيقدر يستوعبها. اليوم اللي بعده الرسالة كانت مرعبة أكتر، لأنها كانت موجهة له هو شخصياً. وعدتني إنك هتساعدني يا زين. إزاي؟ إزاي عرفت اسمه؟ وفي اليوم الثالث الرسالة بعت أخطر: هم عارفين بقدرتك، أرجوك افتكر وساعدني. هنا زين اتجمد في مكانه. قدرة إيه دي؟ ومين هم دول؟ زين خلاص ما قدرش يستحمل، راح للمسؤول عن المكان وطلب إنه يقابل نور ويفهم منها إيه الحكاية. لكن الرد كان قاطع وحازم، مع تحذير واضح: الزم حدودك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. هنا زين اتأكد إن الموضوع وراه سر كبير، وفي ناس مش عايزة السر ده يطلع للنور أبداً. وهو خارج من مكتب المسؤول محبط ومهموم، عينه جت على حاجة خلت الدم يجري في عروقه. جثة محفوظة في أنبوب زجاجي، شكلها قديم جدا، ولابسة نفس التيشيرت اللي زين بيحبه وبيلبسه دايما. التفصيلة الصغيرة المرعبة دي كانت إشارة واضحة إن مصيره مربوط بالمكان ده بطريقة هو نفسه ما كانش يتخيلها. كل اللي فات ده كان مجرد تسخين. اللي جاي هو اللحظة اللي هتقلب حياة زين ومفاهيمه كلها للأبد. اللغز اللي كان فاكره بره هيكتشف إنه جواه هو، وإن الإجابات اللي بيدور عليها مرتبطة بأغلى حاجة عنده في الدنيا.